السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان عندي عزومة وكنت محتارة جدا اعمل اكل ايه، فقررت اعمل سمك في الفرن ورز صيادية احمر زي بتاع المطاعم، وما شاء الله طلع احسن من بتاع المطاعم بكتير. ومش هحكي لكم عن الريحة والطعم، بجد كان حاجة تحفة وروعة. فقررت ان انا اوريكم ازاي عملت السمك بالشكل الجميل ده ورز الصيادية باللون الاحمر زي بتاع المطاعم. يلا نشوف الطريقة. ودلوقتي هعمل التتبيلة بس بكمية كبيرة، لان هقسمها ل3 اجزاء. جزء هتبل بيه السمك، وجزء هتبل بيه الخضار اللي تحت السمك، وجزء هحطه فيه رز الصيادية وانا بعمله. ودلوقتي هحط في الكبة كمية كبيرة من الثوم وفلفل اخضر وطماطمايه مقطعاها وجزر مبشور، وهعصر 3 ليمونات كبار، وهحط شوية خل ومعلقتين صغيرين من الملح ومعلقتين صغيرين من الكمون ومعلقتين صغيرين من البابريكا. وده شكل التتبيله بعد ما جازت معايا. ومعايا سمك بلطي ما شاء الله جميل ازاي ومتنضف. تعرفي ان السمك طازه من اللون الوردي وبتلاقي عينيه بتلمع. ودلوقتي هعمل فتحات في كل جنب علشان يتشرب من التتبيله ويكون طعمه حلو. ودلوقتي بقى جاهز معايا ان اتبله زي ما انتوا شايفين، واحاول اتبله كويس وادخل التتبيله في الفتحات اللي انا فتحتها. وهكمل باقي الكميه بنفس الطريقه. وده شكله بعد ما اتبل، وهسيبه الليلة كاملة في التلاجة او اقل حاجة 6 ساعات. وعندي كمان سمك ماكريل منضفاه وعاملة فيه فتحات من الجنب زي ما انتوا شايفين كده. هتبله بنفس الطريقة اللي تبلت بيها البلطي، وهسيبه برضو ليلة كاملة في التلاجة او اقل حاجة 6 ساعات. ودلوقتي هجهز الخضار اللي هحطه تحت السمك. عندي بصل مقطعاه شرايح متوسطة، وبطاطس مقطعاه برضو شرايح متوسطة، وعندي فلفل الوان وفلفل اخضر مقطعاه شرايح مدورة، وعندي شطة حراقة وده حسب الرغبة. وبعدين دلوقتي هنزل بالتوابل. معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا. وهحط تاني جزء من تتبيلة السمك. وسر اللون الاحمر عندي هو تتبيلة السمك والبابريكا، وهقلبهم كويس مع بعض. وده شكل الخضار بعد ما اتقلب بالتتبيله والتوابل. ما شاء الله شكله تحفه وريحته جميله وطعمه بيكون حلو قوي. ودلوقتي هجيب الصاج اللي هرص فيه وادهنه بالزيت وانزل بالخضار وارصه كويس زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ارص السمك فوق الخضار، وهحط التتبيله الباقيه من السمك فوق السمك على الوش. ما شاء الله الصاج شكله تحفه. ودلوقتي خلاص هو جاهز ان انا هدخله الفرن. ودلوقتي هنجهز رز الصياديه الاحمر. يلا نشوف ازاي. عندي حله وهحط فيها شويه زيت وسمنه، ولما يسخنوا انزل ببصلتين كبار مقطعاهم قطع صغيره، وافضل اقلب فيهم كويس لغايه ما لونهم يبدا يحمر معايا زي ما انتوا شايفين. ولما يحمر قوي بس ما يتحرقش، انزل باخر جزء من التتبيله بتاعه السمك واقلبهم كويس. وبعدين معلقه كبيره من الصلصه واقلبهم كويس. وبعدين انزل بالتوابل، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا. وسر اللون الاحمر للسمك ورز الصياديه هو البابريكا. ونقلبهم كويس مع بعض. وبعدين ننزل بشويه ميه، نقلبهم كويس ونغطيهم ونسيبهم لمده دقيقتين او 3 يغلوا. وده شكل البصل بعد ما سبته يغلي شويه. وبعدين هنزل بالرز وافضل اشوح فيه واقلبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين اسقيه بالميه واقلبه كويس، واخلي الميه تكون مغطيه وش الرز علشان ما يبقاش متعجن معايا. وبعدين اغطيه واسيبه لغايه ما يتشرب ميته. وده شكل الرز بعد ما اتشرب ميته. هقلبه وبعدين اغطيه واسيبه على نار هاديه. ودلوقتي هشوف السمك عمل ايه. وده شكل السمك بعد ما طلع من الفرن. ما شاء الله اللهم بارك، شكله تحفه جدا. ومش هحكي لكم بقى عن الريحه بتاعته، بجد حاجه كده تحفه. شايفينه مستوي ازاي، والخضار اللي تحته واخد من التتبيله ومن طعم السمك ومستوي جدا ما شاء الله. شكله جميل برضو. دي اسهل طريقه لعمايل السمك، مش بتاخد اي مجهود ولا تعب، وصحيه جدا ولا زيت ولا قلي، وبجد تشرفك في اي عزومه. ودلوقتي بقى جاهز للتقديم. يلا نشوف الرز عمل ايه.
وده الرز بعد ما استوى، ما شاء الله شكله جميل ولونه احمر حلو، وشايفينه وانا بقلبه مفلفل ازاي مش معجن، ودلوقتي بقى جاهز للتقديم. وكده خلصنا وصفة النهاردة. ما شاء الله شايفين شكل السمك عامل ازاي، وشايفين لون الرز الصيادية الاحمر ولون الخضار نفس لون الرز والسمك. كده وصفة النهاردة خلصت. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.